السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناة الساهر الرحال. ما زلنا في سلسلة عرض إشارات وملاحظات بعض الإخوة المتابعين، والتي تستحق أن يتوقف عندها وتقديم الفائدة منها لباقي المتابعين. من هذه الإشارات كما نلاحظ أمامنا في إشارتين اليوم إن شاء الله من الإشارات الرائعة جدا، ومن الإشارات التي أيضا فيها حركة وفيها شيء جديد وفيها فائدة أيضا. في المرة الماضية قدمنا 3 إشارات. في هذه المرة سنقدم فقط إشارتين، لكنهم كما قلت يتفوقوا على ال3 إشارات السابقة بأن فيهما منفعة كما نسميها مضاعفة عدة مرات. هذه الإشارات طبعا من النوع اللي كثير من الناس لا ينتبهون لوجودها أصلا. يعني من خلال عرض الفيديو إن شاء الله سنتعرف على الفكرة اللي راح نوضحها إن شاء الله. راح تكون هناك معلومة دقيقة وواضحة. إخوتي الأحبة، نلاحظ الإشارة الأولى هي عبارة عن إشارة من الإشارات المائية التي تسمى بالإشارات المائية، أي أنك عندما تمر بجانبها لا تراها أبدا إلا إذا غسلت هذه الإشارة أو غسلت الجدار فتظهر لك هذه الإشارة، وعندما يجف الجدار تختفي الإشارة. قد تظهر بالماء، قد تظهر بمادة سائلة من نوع آخر، لكن بجميع الأحوال الماء هو الأساس في ظهور الإشارة المائية. عندما نقول إشارة مائية فمعنى ذلك أن الماء هو الذي يظهر هذه الإشارة. هذه الإشارة طبعا إخوتي الأحبة نلاحظ أو يعني بشكل واضح جدا هي عبارة عن إشارة كبش، وهذه الإشارة طبعا من الإشارات الثمينة، وهي من الإشارات طبعا التركية، هي إشارة تركية. نلاحظ أنه في يعني نوع من عدم الإتقان في الفم، صناعة الفم للفم الإشارة، لكن ممكن أن هناك يعني نوع من التلف حصل لها. المهم أن الإشارة بشكل عام إشارة جيدة وواضحة. عناصر الإشارة هي الإشارة نفسها، بالإضافة إلى أهم عنصر في الإشارة وهو الذنب، ذنب الكبش. هناك مميز اتجاه في إشارة الذنب. طبعا تحليل هذه الإشارة إخوتي الأحبة، أو قبل التحليل هناك أيضا قسم شمله التنظيف أو شمله الماء خلف الإشارة، وهو أيضا له دور مهم جدا سنعود إليه إن شاء الله. هذه الإشارة طبعا إخوتي الأحبة هي إشارة آمنة وكنزها آمن، ولكنها ملجومة. هذه المشكلة. طبعا هذه الإشارة تدل على كنز كبير مخزن في مغارة في الجدار الصخري خلف الكبش باتجاه المميز من ذنبه. المسافة بين المغارة ومميز الاتجاه في ذنب الكبش، وهذه المسافة حوالي أقل من 3 متر. طبعا هذه المسافة ليست ثابتة دائما، فأحيانا قد تكون أكثر من ذلك، لكنها
مسافة ليست كبيرة. طبعا عملية فك الدفين هنا وفتح الدفين يحتاج إلى جهد كبير، وكذلك يحتاج إلى فك اللجم، فقد تحفر في الجدار ولكن لا تستطيع الوصول إلى الهدف، وهذه واقعة وحقيقية مع الأسف الشديد. نأتي الآن إلى الإشارة الثانية، وهذه الإشارة الثانية من الإشارات الممتازة جدا، وهي إشارة جرن. كما نلاحظ في الصورة جرن قطره 20 سنتيمتر، بجانبه من ناحية الشمال توجد بصمة، وهناك سيال يتجه إلى الغرب. هناك نقرة داخل الجرن من جهة الجنوب. هذه الإشارة إخوتي الأحبة هي عبارة بالحقيقة يعني وسيفاجأ الجميع من هذا، هي عبارة عن جرن مال مفتوح روماني تم أخذ ما فيه سابقا. طيب ما الدليل على أنه جرن مال مفتوح؟ الدليل، لاحظوا الفوهة من الأعلى كيف هناك تحديد لمكان الغطاء، حواف الغطاء واضحة في قمة أو حافة الجرن من الأعلى، وهي حافة مستوية حيث يركب عليها الغطاء ويسهل نزعه أيضا. هذه الخطوة الأولى والأساسية في هذا الجرن. الآن بعد أن تم فتح هذا الجرن عثر فيه على إشارة ثانية. الآن في عندنا قبل الإشارة الثانية إشارة البصمة. إشارة البصمة تدل على وجود الجرن عندما كان مغلقا، فهذه البصمة هي التي ترشد إليه، بالإضافة إلى السيال الغربي الذي يقع في غرب الجرن. بعد أن تم فتح الجرن تم اكتشاف نقرة في الجهة الجنوبية أو في الجدار الجنوبي من الجرن. الآن هناك كنز آخر مرافق لهذا الجرن، وكان الجرن يحتفظ في داخله بإشارة ترشد إلى اتجاه المغارة. الآن هناك مغارة، وهذه المغارة مرتبطة بهذا الكنز أو بهذا الجرن. هذه المغارة تقع في الجنوب على مسافة 20 متر فقط. الآن المغارة كبيرة وممتدة تقريبا، يعني المدخل يقع في الجنوب، مدخل المغارة يقع في الجنوب. الآن تلتف المغارة إلى جهة الغرب، حيث يوجد في الغرب هدف ثمين جدا وداخل المغارة. بعد الهدف عن حافة الجرن باتجاه السيال المستقيم باتجاه الغرب، وهو المسافة 18 متر. المشكلة هنا أن الكنز الآخر في المغارة غير آمن. لا نعرف بالتحديد ما هو نوع الخطر الموجود، لكنه ليس مصيدة، لكن هناك خطر مرافق لهذه المغارة. سيسأل سائل: طيب هناك جرن المال لوحده، هل تكفي البصمة للوصول إلى هذا الجرن؟ نعم تكفي، فإن الجرن موجود في مكان مرتفع، والبصمة موجودة في مكان مرتفع، وصاحب الجرن هو المعني بهذا الجرن، يعني هو لم يصنع الجرن ويخبئ ماله الصغير فيه لأجل باحث آخر، ولكن لأجله هو، فهو وضع بصمته عند الجرن وهو يعرف جرنه تماما ويستطيع الوصول إليه. وكذلك السيال الذي بجهة الغرب أيضا يؤدي
حاجتين معا. الحاجة الأولى هي حصر مكان الجرن عندما كان مغلقا، والحاجة الثانية هي الإشارة إلى الهدف وهو نقطة صفر الكنز. أرجو أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة لكم. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.